السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اللي ما يعرفنيش، انا الاعلامية داليا شريف، مقدمة برنامج حياتنا على قناة بانوراما. انا شفت فيديوهات كتيرة منتشرة قوي على السوشيال ميديا الايام دي، ومسلسلات كتيرة. طبعا البرامج بتحب اللي هي المسلسلات، فدلوقتي كله بقى ممثل الحمد لله، وبيطلعوا يعملوا تمثيليات. ربنا يوفق الجميع. مش هو ده البوينتس اللي انا عايزه اتكلم فيه. اللي انا عايزه اتكلم فيها في سبوت قوي دلوقتي على حته المطلقه. تمام؟ مالها المطلقه يا جماعه؟ يعني ايه؟ ناقصه ايدين ولا رجل؟ ايه يعني اتطلقت؟ يعني ايه؟ انتوا ليه بترموا اللوم؟ هو احنا على فكره سنه 2022 داخلين على 23. هو اللوم على ايه في المطلقه؟ ما ممكن يبقى متجوزه حظها وحش، وواحد ندل ماشي خلف منها وساب لها العيال وطار، خلع من المسؤوليه وراح لواحده تانية واتجوزها وخلف وماشي. في ناس، في رجاله مش متحمله مسؤوليه نهائي. فالمطلقه دي بتقعد تربي عيالها، تاكلهم وتشربهم وتصرف عليهم وتسهر عليهم وتكبرهم وتجوزهم من غير راجل. فدي نعمل لها سلام. مش الحاجات بقى المنتشره، واحد راح يتقدم لواحده، امه قاعده ومجعوصه قوي كده وبتقول له ايه ده؟ هو انت هتتجوز مطلقه؟ هو انت هتتجوز خارج بيت؟ لا، ما ينفعش، احنا عايزين بنت بيوت. ايه الكلام الفارغ ده يا جماعه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ على فكره ممكن تكون المطلقه احسن مليون مره من بنت البيوت. على فكره يعني ممكن تكون محافظه على نفسها احسن من بنت البيوت، عشان تبقوا فاهمين. الواحد لما بيجي يتقدم لواحده ما بيعرفهاش نهائي غير لما الباب بيتقفل عليهم. فتره الخطوبه والضحك والتهريج ده والعزام وكلامنا ما بتبينش اي حاجه. المطلقه دي بتبقى قافله عليها بابها، تربي عيالها، تركيزها مع عيالها وشغلها وخلاص. دماغها مدوشه، مفيش حد ساندها. تمام؟ هنقول ظل راجل ولا ظل حيطه؟ لا، في رجاله ملهمش ظل خالص، ملهمش لازمه، فبالتالي لازم يتطلقوا ومع السلامه. فبلاش الهجوم على المطلقين وخلاص واونطه. وبلاش حته يا طنطي يا طنط الحاجه. طبعا انت عايزه تفرحي بابنك اللي هو ياخد بنت والكلام من ده. على فكره الاعتقاد السائد او الدماغات دي والنيه المش صافيه، ممكن ابنك يخبط في الحيطه في واحده ما يعلم بها الا ربنا. مش مقياس يا جماعه، مش مقياس. بلاش التجريح في الناس اونطه. انتوا ليه بتجرحوا فيها؟ ليه السوشيال ميديا لا لا عايزين بنت، لا عايزين ايه يعني؟ عايزين بنت مش فاهمه يعني ايه يعني؟ دي ست ودي بنت، صح كده؟ فياريت نغير تفكيرنا من ناحيه المطلقه، لان الكلام ده بيجرح ناس كتير، ونسبه الطلاق بقت عاليه جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لكم النسبه، عشان فعلا عاليه جدا جدا في مصر. واللي شايلين المسؤوليه من الستات اجدع مليون راجل، عشان تبقوا فاهمين. والست الشاطره الكويس بتعرف تحافظ على نفسها وبتحط حدود للي قدامه للتعامل. حته بقى كمان ايه اللي الناس اللي بيدخلوا للمطلقات ويعرفوا بقى اللي هي المطلقه، يا انا ممكن اتجوزك بس ايه مفيش بقى ايه، انت اصلك مطلقه، اكيد عندك بقى حاجتك وعندك ايه، وما يجيبلاش حاجه خالص وما يعملهاش حاجه خالص. لا يا ماما، ما تفرطيش في حقك. فرطي حقك ليه؟ هو انت من غير ايد ولا رجل ولا ايه؟ في ايه؟ ما انت عايشه كده لوحدك ولا بولادك وكده كده شايله ولادك. ما هو اللي هيجي بالمنظر ده حطي بقى على اللونج ران اللي هو مش هيديكي حاجه ومش هيصرف ومش هيساعدك وهيبقى حيطه مايله، فقلته احسن. تمام؟ واللي يدخل من سكه تانية، اصل انت مطلقه ومش عارفه مين مطلقه تانية وهي قالت هتعمل لي ايه، وانتي طب انتي هتعملي لي ايه، وتحطي نفسك في مقارنه. ايه يا ماما في ايه؟ ليه يعني؟ عشان خاطر ايه يا جماعه؟ فكروا لقدام. ما تبصوش تحت رجليكم، لان طالما هتبصوا تحت رجليكم هتاخدكم الطين وهتنزلوا، مش تطلعوا تاني. لان هي بتتحسب على اي واحد ولا اي واحده. في ناس تقول لي اصل الرجاله ما ماشي، خلينا في الستات. الستات هتتحسب عليها جوازه. حلو؟
فيا تستحملي جوزك، لان كل الناس فيها عيوب، مفيش حد خالي من العيوب. يا تستحملي جوزك وتقعدي معاه خلاص، او لو اتطلقتي ما تقليش من نفسك وما يبقاش ليكي اي حقوق. لو عجبكم الفيديو مش هقول لكم بقى حطوا لي لايك والاشتراك وكومنت، قولوا لي رايكم في الفيديو ايه. السلام عليكم.